موافقه على اي نصيحه ممكن تسمعها، لان كوكب كانت شايفه ان خوف اهل هادي عليها وعلى البنات ده حاجه غلط، وان كده بيتدخلوا في حياتها مش مجرد نصيحه والناس خايفين عليها. والشهر التاني على طول من وفاه جوزها تاخد بناتها الاثنين وتقرر تسيب الشقه وتروح تعيش وتقعد في بيت والدتها. وطبعا والدتها ترحب بيها وترحب باحفادها، بس بعد مده قليله والدتها برضه تتضايق لان كوكب على طول خارجه وبرضه سايبه البنات بطريقه وحشه قوي، وعلشان كده والدتها تطلب منها انها تمشي من البيت خالص، يا اما تحترم القواعد وتحترم والدتها يا اما مش عايزه تشوفها هنا. طبعا كوكب برضه ما يعجبهاش الكلام فتمشي من بيت والدتها. خلينا بس مركزين ان كل اللي حصل ده كان مر 3 شهور بس على وفاه جوزها وابو عيالها اللي العشره بينهم اكتر من 14 سنه، بس كوكب ولا فارق معاها. المهم كوكب تنزل من بيت والدتها وتاخد البنتين وتأجر شقه في نفس المنطقه اللي هي المطريه بس في مكان بعيد شويه. بس واضح ان الشقه دي اختيارها ما كانش بالصدفه، لانه بعد اسبوع واحد بس من نقلها في الشقه الجديده دي يظهر شخص في حياتها اسمه طارق، وطارق ده يبقى جارها في نفس البيت اللي اجرت فيه الشقه الجديده وعنده 34 سنه ومش متجوز. والغريب ان بعد اسبوع واحد بس طارق ده يبقى اهم حاجه في حياه كوكب. وفي نفس الوقت كل الجيران تلاحظ ان طارق طول الوقت قاعد في بيت كوكب، وساعتها يعرفوا الناس كلهم ان طارق ده متجوز كوكب. والغريبه كمان ان كوكب كانت بتفهم الناس اللي حواليها كده، وتبدا العلاقه بين طارق وبين كوكب تكبر قوي لدرجه انهم بقوا عايشين زي المتجوزين بالظبط. طب على الاقل اتجوزيه فعلا والموضوع عادي خلص وجوزك مات والعده خلصت، انما لا لازم يعيشوا في الحرام. المهم ان العلاقه القويه دي كان كمان معاها علاقه صعبه جدا، وهي ان طارق كان بيضرب طول الوقت جنى وفرح البنتين الصغيرين بحجه انه بيربيهم. ولما كان الجيران بيسمعوا الصريخ والصويت بتاع البنتين فكانوا بينزلوا يخبطوا على الشقه علشان يحاولوا ينقذوا الطفلتين دول من ايديهم. بس المشكله ان طارق وكوكب كانوا بيزعقوا للجيران ويقولوا لهم انتوا مالكم، الراجل بيربي البنتين. وساعتها كوكب عرفت الجيران ان طارق في مقام